مرحبا متابعينا، بتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة دائما وابدا. السلام المحبة لكل اللي بيسمعنا واللي ما بيسمعنا على وجه الكرة الأرضية، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها. بنتمنى كلكم تكونوا بخير. إذا أصدقائي، انطلاق الدورة الفلكية الجديدة التي هي مدتها إن شاء الله 119 عام. نتحدث عن توقعات الشجعان. عندما نتحدث الشجعان إذا بالتأكيد هم توقعات الجزائر. توقعات الجزائر للدورة الفلكية الجديدة الشاملة طبعا، لكن نمر سريعا في أهم أحداث وقعت في الدورة الفلكية الماضية. يعني لو احنا عملنا 2025 26 ماينص أو ناقص عفوا 119 عام، يخرج لدينا تقريبا 1906 1907. إذا نأخذ سريعا أهم ما وقع في أحداث الجزائر في الدورة الفلكية السابقة، حيث في عام 1914 قصف الأسطول الألماني الساحل الجزائري، مما يمثل بداية تأثير الحرب العالمية الأولى على الجزائر كمستعمرة فرنسية. في عام 1940 تدمير البحرية الملكية البريطانية لأجزاء من الأسطول الفرنسي في إحدى الموانئ الجزائرية لمنع السيطرة الألمانية عليه خلال الحرب العالمية الثانية، مما يعكس التوترات الدولية في المنطقة. عام 1942 احتلال القوات الأمريكية والبريطانية مدينة وهران كجزء من عملية الشعلة في الحرب العالمية الثانية، مما يفتح جبهة شمال إفريقيا ضد قوات المحور. كذلك عام 1943 إصدار بيان الشعب الجزائري بقيادة إحدى المسميات فرحات عباس، الذي يطالب بالمساواة والحكم الذاتي ويعد خطوة أساسية نحو الاستقلال. وفي عام 1945 مذبحة سطيف، حيث قتل آلاف الجزائريين، أو نقول هنا استشهد آلاف الجزائريين على يد القوات الفرنسية أثناء احتجاجات استقلال، مما أشعل الثورة الجزائرية. وفي عام 1954 اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة جبهة التحرير الوطني، وهي الحرب التي غيرت مسار التاريخ الجزائري. وفي عام 1962 استقلال الجزائر عن فرنسا بعد اتفاقيات وبعد 132 عام من النضال نتحدث عنه ضد الاستعمار، مع نزوح مئات الآلاف من الأوروبيين. 1965 انقلاب يوجد ضد الرئيس أحمد بن بلة، سوري إذا أخطأت في الأسماء، مما يؤدي إلى عهد عسكري يركز على الاشتراكية والإصلاحات الاقتصادية. 1992 نتحدث عن إلغاء الانتخابات التشريعية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما يؤدي أو أدى إلى اندلاع ما يسمى بالحرب الأهلية الجزائرية من عام 1991 ل 2002. في 99 انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر، وفي 2019 استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عام في السلطة تحت ضغط احتجاجات الحراك الشعبي، ما يمثل تحولا ديمقراطيا ملموس في الجزائر الحبيب. هذه أهم أحداث نتحدث عنها الدورة الفلكية السابقة أصدقائي التي وقعت على الجزائر. طب ما أهم أحداث نتحدث عنها في توقعات الفلك والدورة الفلكية الجديدة لمدينة الجزائر؟ حبايبنا في الجزائر نمر عليها سريعا. أول شيء نتحدث أصدقائي توقعات الجزائر في الدورة الفلكية الجديدة. دخول ما نتحدث عنه هنا نبتون في الجدي يشير إلى زيادة توترات بين الجزائر وليبيا للأسف من جهة، ومن جهة أخرى كذلك مع دولة المغرب. وإثر هذا التوتر ممكن أن يعكس ارتفاع التوتر بقضية الصحراء المغربية سياسيا وعسكريا، يعني مع أنها توترين، توتر مع ليبيا وتوتر مع المغرب. أما زيارة جوبيتر للجوزاء، لا بدنا نعقد عليكم الأسماء كتير، تعطي اتفاقيات جديدة للغاز والنفط بين الجزائر وبين عدة من الدول، مع زيادة في التنقيب والآبار. وكذلك يوجد تنمية وابتكار، اختراع في سوق الطاقة
وصفقة في سوق الطاقة الجزائري يكون عليه تم صناعته بالجزائر. يعني في عنا ابتكارات ممتازة حتكون في سوق الطاقة الجزائري، وحيكون في عنا تنقيب عن آبار جديدة بين الغاز والنفط والأمور التي تخص الطاقة في دولة الجزائر الحبيب. تأرجح زحل بالحوت يعطي فرص تطور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وعلاقات جيدة ومتوسعة يعني تكون يعني نحكي معاهدات جديدة، علاقات جيدة، توقيع أوراق ممتاز، اتفاقيات بيع وشراء ممتازة خلال مرحلة مؤقتة. ليه مرحلة مؤقتة تامو؟ هلا بدي أقول لك ليه مرحلة مؤقتة. لأنه خروج بلوتو من العقرب يعطي توترات في العلاقات والاتفاقيات التي وقعت وفسخ عقود إثر خيانة للجزائر أو ما تراه الجزائر قرارات سلبية اتجاهها، وتصعيد سياسي مع بعض الدول الأوروبية منها تم التوقيع معها على اتفاقيات تعاون. يعني هلا هيك الصورة وضحت شوي. حيكون في عنا جلوس بين الجزائر وجلوس بين الدول عديدة في العالم منها الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي. سوف يكون هناك اتفاقيات، توقيعات جديدة، تعاون جديد، بيع وشراء جديد، صفقات جديدة. الأمور تمام بمبي ورائعة وإيجابية للجزائر. لكن في لحظة معينة سوف يتم وضع توترات، وليست أي توترات. الجزائر سوف تحسب هذه التوترات أو الأخطاء كأنها خيانة للجزائر وقعت، فيتم فسخ العديد والكثير من هذه الأوراق التي تم توقيعها والمعاهدات التي تم توقيعها والصفقات التي تم توقيعها بين الجزائر وبين أطراف متعددة حول العالم منها الاتحاد الأوروبي. وستعتبر هذا الأمر الجزائر بأنه سلبي وحتى يصل إلى درجة الخيانة للجزائر. لهيك حكينا عنها أنها هي حتكون يعني فيها مؤقتة ومو مؤقتة. جلوس المريخ في العذراء تنشط فيه احتجاجات شعبية اجتماعية. طب شو السبب؟ إثر البطالة وما يسمى بالفساد، وتكون حركة سريعة دون ترتيب مسبق. يعني ما بنحكي إنه إحنا شيء مرتب له قديم وكذا وهيك، لا، شيء غير مسبق سريع، حدث معين ممكن يؤدي إلى احتجاجات شعبية وحركة، بس المبدأ هو البطالة بالدرجة الأولى والفساد بالدرجة الثانية. وزحل لأنه يدخل في مرحلة الانعكاف الثاني للحوت طيلة أعوام، يعني مدة، يؤدي هذا توترات في السياسة المركزية للجزائر وتأخر في إصلاحات عامة واجتماعية. ومع تجمع الكواكب بالدلو قد يعكس على انتخابات مبكرة في الجزائر بغض النظر عن السبب، أو إعادة ترتيب الحكومة بشكل كامل. يعني احنا عم نحكي انه حيكون في تأخر في بعض الإصلاحات، حيكون في عنا مشكلة كذلك فيما يسمى المركزية السياسية في الجزائر، وممكن يكون عنا انتخابات مبكرة في الجزائر على مستوى مرتفع سياسي، أو حتى تغير شامل لما تسمى الحكومة الجزائرية. الشهب في الأسد يعيد على الذهن الجزائري مطالبة الحكم البربري أو الأمازيغي المستقل التابع للجزائر. المريخ يتمركز بالجدي، ينذر الجزائر برفع الرقابة على الحدود بينها وبين مالي من جهة وبينها وبين ليبيا من جهة أخرى، لأنه ممكن يكون هجمات حدودية مباغتة. يعني لازم تركز شوي الجزائر على المسألة الحدودية، حدودها مع مين بتشترك، وحتى مع أبعد شوي مع مين بالاشتراك، لازم يكون في عندها تركيز. هيك وجهة نظر الدورة الفلكية الجديدة، لأنه ممكن يكون في عندنا هجمات على إحدى الحدود الجزائرية مباغتة. طبعا ربي يبعد الشر عن الجزائر ويكتب له كل الخير. أورانوس يصطف مع 3 كواكب ونجم يعيد الضغط غربي نحو المغرب ليرتفع رتم الصحراء أكثر، وزيادة توتر عسكري شديد وسياسي بين الجزائر والمغرب. فرصة الزهرة للسلام بين المغرب والجزائر معقولة، ويقع بها كلام ومحاولات وما تلبث أن تصبح جيدة.
يعني ممكن نشوف إحنا في جلوس ومصالحات وعلاقات، يعني في فرصة للسلام بين الجزائر والمغرب، وحيكون في قعدات وراء بينهم وهيك، وحتصير يعني أمورها جيدة، وممكن تأخذ فترة من الزمنية كذلك إنه الأمور تتحسن. إن شاء الله ربي دائما بحسن للسلام والخير لجميع شعوب العالم وخاصة الجزائر، إلى أن تقع هجمات شبه مباشرة بين الدولتين ويقع مناورات عسكرية، ومن الممكن أن تشترك أكثر من بلد في هذه المواجهة، كل بلد يأخذ الدعم من حلفاء. يعني في حمامة سلام، نسأل الله أن يتمسكوا بها، وما تبقى من التوقع بأنه لا يقع، أنه اقتتال وممكن حتى يتدخل فيه مسائل حلفاء. فيضانات مناطق ساحلية واردة جدا مرتفعة بشكل كبير، وزلزال متوسط في منطقة القبائل وارد، وممكن يكون في تدخل أجنبي لطلب المساعدة الإغاثية بسبب مشكلات مناخية في الجزائر. نحكي إحنا ثم تدخل صيني فرنسي مشترك لحل أزمة الصحراء مع المغرب والجزائر مرة أخرى، مصالحة، بدون شوي يتصالحوا، شوي لا سمح الله يصير في توتر، بعدها راح يصير في عندنا تدخل فرنسي وصيني مشترك لحل أزمة الصحراء مع المغرب والجزائر مرة أخرى، وفيها يكون استقرار بغض النظر عن النتيجة، لكن يوجد استقرار لو جزئي بين البلدين. تغير الأسماء نعم، تغير الوجوه نعم، محاولات انفصال نعم، أزمات بالمركزية نعم، لا تغيير جذري بطريقة الحكم إلا بعد 3 حروب والزمن بيد الله للجزائر. هذا الجو العام أحبائي أصدقائي للدورة الفلكية الجديدة للجزائر، وإما كنتم بحبكم. شكرا لكم.